بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال. النهارده هنعمل مع بعضنا كبدة زي كبدة العربية في الشارع كده، بس كبدة من الاخر. هتعجبكم جدا وبطريقة موفرة جدا، ولو هتجيبوا نص كيلو انا هخليها لك كيلو. تابع الطريقة وانتوا تعرفوا. انا معايا حطيت نص كوباية زيت، حطيت التوم مقطعاهم لحد ما التومة تتحمر. التومة عندي احمرت اهي، هحط قيمة نص كوباية خل. اقطع على الكبدة ليمون، نص الكبدة بتاعتي. حطيت الكبدة بتاعتي على التومة بالخل، شوحتها زي ما انتوا شايفين كده اهي لحد ما لونها غير. عندي بقى التكه اللي احنا هنزود بيها الكبده بتاعتنا، يعني دي كيلو. جبت بطاطستين حمرتهم صغير كده، مربعين مكعبات صغيره اهي. بصوا هنحطهم عندنا. شوح برضو البطاطس مع الكبده عشان تاخد طعم الكبده. هي تزود لك الكميه بقى انت وراحتك، عايزه تحطي 3 4 براحتك حطي. ادي يا حبايبي لون البطاطس ابتدى يدي لون الكبده. بصوا ما بقاش باين زي الاول، بقى لونه غير زي الكبده بالظبط. معايا بقى قطيتين وده فلفل رومي اهو، وفلفل حراق. لو حباها حاره ممكن تزودي اكتر من كده، براحتك بقى. انا حاطه فلفل رومي وفلفل حراق. ادي كده الكميه عندي اتضافت زي ما قلت لكم كده اهو. حط بقى الفلفل الاسود، حط بهارات قرفه كمون. الكمون اهو، بهارات على قرفه. ادي حبايبي ريحه الكبده مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. ريحتها جياشه بجد يعني، مش ببالغ. اعملوها وجربوها وانتوا تعرفوا. انا حطيت كمان طشه الخل دي بتضيع زفاره الكبده نهائي. غير ان انا عصره على الكبده ليمون. الليمون برضه بيضيع زفاره الكبده. بصوا الكميه عندي بسم الله ما شاء الله بقت قد ايه. نحط بقى قيمه نص كوبايه ميه كده عشان كل التضاريس اللي معانا دي تستوي. حط بقى المعلقه بتاعت الملح بتاعتي، بس مش هحط ملح تاني. بصوا بقى البطاطس، هقول ممكن البطاطس تبان، لا اهو مبقاش باين لها اي معالم. بصوا انا بقربكم للكاميرا جدا اهو. بصوا مش باين اي معالم من البطاطس، ولسه برضو ما استوتش. احنا حطينا نص كوبايه الميه بتاعتنا وحطينا الملح. لون الفلفل بس يغير كده خلاص كده، ونعمل احلى كبده وتاكلوها بالهنا يا رب. واحلى لايك من ايديكم لاختكم ام يوسف. ادي يا حبايبي عملنا احلى كبده اهو ما شاء الله، وكميه وفيره وحلوه اهو، وتملي السندوتش براحه راحتك اهو. تاكلوه يا رب بألف هنا وشفا اهو.
عايزه تحطي كاتشب حطي، عايزه تحطي طحينه حطي، اللي يريحك حطي عليه. ايه رايكم بقى؟ نعمل السندوتش التاني. ادي يا حبايبي عملنا احلى سندوتشين فينو معمولين كبده، ما شاء الله مفيش احلى ولا اطعم من كده. صحه وهنا يا رب للي ياكل، واحلى لايك من ايديكم، واللي متابعنا على تيك توك احلى اكسبلور من ايديكم ومتابعه، عشان ان شاء الله كل جديد ينزل لكم. وصحه وهنا يا رب لكل بناتي الصغيرين والكبار، وبناتي الصغيرين يتعلموا الحاجات البسيطه دي وسهله، احسن ما يشتروها من بره وانضف. واحلى لايك من ايديكم لاختكم يوسف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.